ازيكم يا احلى نجوم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن توقعات يوم 31 مايو 2026، يوم الاحد، اخر يوم في شهر مايو. والنهارده يوم مميز جدا فلكيا لان عندنا اكتمال قمر موجود في برج القوس، وده بيعتبر تاني اكتمال قمر يحصل خلال نفس الشهر. وعشان كده ناس كتير بتسميه القمر الازرق، مش عشان لونه ازرق، لا، لكن لانه كده التاني اكتمال قمر بيجي في نفس الشهر، وده بيخلي طاقته مختلفة شوية ومؤثرة بشكل واضح على ناس كتير. النهاردة عموما كده يوم بيكشف حقائق كتير، وبيخلي ناس كتير تبص الأمور بشكل أوضح من الأول. في علاقات هتقرب أكتر، وفي علاقات تانية ممكن توصل لنقطة النهاية بشكل هادي ومن غير أي مشاكل أو خناقات. في ناس كمان هترجع تتواصل بعد فترة بعد أو زعل، وفي ناس هتقرر تقفل باب معين نهائي بعد ما كانت محتارة لفترة طويلة. المهم ان النهارده بيحط كده نقط على الحروف وبيخلي الصورة اوضح. كمان من الحاجات اللي هتبقى ملحوظة جدا النهارده ان عندنا طاقة روحانية عالية عند اغلب الناس. هتحس ان انت عايز تدعي اكتر او تقرب من ربنا اكتر، او عندك كده احساس داخلي بالراحة والسكينة حتى لو حواليك ضغوط. ممكن كمان ناس كتير تلاقي نفسها كده بتفكر في اشارات او احلام او رسائل معينة كانت بتتكرر معاها الفترة اللي فاتت، وتحس كده ان في فهم اعمق للحاجات اللي بتحصل حواليها. فلكيا بقى لسه شمس موجودة في برج الجوزاء، ولسه عطارد موجود في الجوزاء، وده مخلي التواصل والكلام والاخبار والاتصالات واخدة مساحة كبيرة جدا في حياة اغلب الابراج. يلا بينا دلوقتي نشوف تأثير اليوم على كل برج، ونبدأ ببرج الحمل. برج الحمل، النهاردة من أحسن أيام بالنسبة لك يا حمل، وعندك كمان قدرة كبيرة جدا إن أنت تأثر على الناس اللي حواليك. أي حد هيتكلم معاك النهاردة هيحس إن أنت عندك ثقة وعندك طريقة إقناع قوية جدا. لو عندك مقابلة أو اجتماع أو حتى نقاش مع شخص مهم، فرصتك كبيرة إن كلامك يوصل ويكون كمان ليه تأثير واضح. النهاردة كمان مناسب جدا لإنجاز الشغل والمشاوير والحاجات اللي كانت متراكمة عليك من فترة. هتحس إن أنت عندك طاقة وحماس يخلوك تخلص حاجات كتير في وقت قليل. ولو كان في موقف محتاج تبرر فيه نفسك أو توضح وجهة نظرك، فاليوم بيدعمك جدا إن أنت تعمل ده بطريقة تخلي اللي قدامك يقتنع بكلامك. كمان حدسك عالي جدا النهاردة، وممكن تحس ان في حاجات كده بتوصلك من غير ما حد يقولها بشكل مباشر. خليك واثق في احساسك لكن من غير اي مبالغة. بشكل عام كده اليوم ممتاز للحركة والإنجاز وتحقيق الأهداف، فاستغل كل ساعة فيه لأن طاقته قوية جدا بالنسبة لك. برج الثور، بالنسبة لك بقى يا ثور النهاردة عندك نشاط كبير جدا في الشغل والمسؤوليات والواجبات اللي عليك. هتحس ان عندك رغبة تحقق وتنجز وتوصل كمان لنتائج سريعة، ودي بقى حاجة حلوة جدا، لكن في نفس الوقت محتاجة شوية هدوء. اهم نصيحة ليك النهاردة ان انت تبعد عن اي قرار متسرع، وخصوصا لو ليه علاقة بعقود او اوراق او توقيعات او التزامات مالية. لو حد عرض عليك حاجة جديدة او فيه كده اتفاق مهم، ما تستعجلش بالموافقة. اقرا كويس وفكر كويس وخد وقتك جدا. كمان لو عندك مسؤوليات شغل كبيرة، حاول كده تكون مركز في التفاصيل الصغيرة، لان اي غلطة حتى لو بسيطة ممكن تعمل لك صداع بعد كده. اليوم فيه فرص حلوة جدا للنجاح المهني، لكن النجاح هنا محتاج هدوء وتركيز اكتر من حماس الزيادة. يا طور، اعمل اللي عليك خطوة خطوة، وما تخليش حد يضغط عليك ان انت تاخد اي قرار قبل ما تكون مقتنع بيه بالكامل. برج الجوزاء، انت النهارده بقى من الابراج اللي عندها كشف حقيقي وواضح جدا. ممكن تكتشف يا جوزاء حقيقة شخص كنت واثق فيه، او تشوف موقف يخليك تعيد حساباتك في علاقة او صداقة او شراكة معينة. بس اهم حاجة ان انت ما تتصرفش بعصبية او اندفاع. في ناس ممكن تستفزك او تحاول تطلعك عن شعورك، لكن المطلوب منك ان انت تبقى هادي جدا مهما حصل. اي قرار اندفاع النهارده ممكن يسبب لك مشكلة بعد كده، سواء في شغل او في علاقة او حتى كلام عابر. في المقابل بقى اليوم ممكن يشهد كده بداية علاقة جديدة أو بداية تعاون جديد، وممكن كمان يشهد نهاية علاقة أو شراكة. لكن قبل أي بداية أو نهاية اسأل نفسك، هل القرار ده جاي بعد تفكير طويل، ولا مجرد كده رد فعل لحظة غضب أو انفعال؟ لو القرار مدروس يبقى تمام، أما بقى لو مجرد كده انفعال فالأحسن إن انت تأجله شوية. خليك هادي، راقب أكتر ما تتكلم، وهتكتشف حاجات مهمة جدا من غير أي مجهود.
برج السرطان، النهاردة يا سرطان ممكن تحس ان طاقتك اقل من العادة شوية. ممكن يبقى في احساس بالارهاق او السهر او عدم الراحة. ممكن تحس كمان ان انت عندك حمل كبير على اعصابك، لكن رغم كده مطلوب منك ان انت تخلص اللي وراك وما تأجلش اي مسؤوليات. حاول تنظم وقتك كويس وخد الامور واحدة واحدة وما تضغطش على نفسك زيادة عن اللزوم. في نفس الوقت اليوم بيساعدك ان انت توصل لنهاية موضوع كان شاغل بالك من فترة، خصوصا لو ليه علاقة كده بعلاقة أو شخص أو موقف كنت محتار فيه. ممكن كمان يحصل نوع من التصالح أو التفاهم بعد فترة من التوتر. الأهم بقى إنك تبعد عن الناس اللي بتستنزف طاقتك أو بتدخلك مشاكل أنت مش ناقصها. ركز على نفسك وعلى أهدافك وخلي اليوم يعدي بهدوء ومن غير أي توتر زيادة. برج الأسد، يوم جميل جدا بالنسبة لك يا أسد. الأجواء العائلية عندك لطيفة ومريحة وممكن تسمع أخبار حلوة تخص حد من أفراد الأسرة أو الأولاد. في دفى كده واضح في العلاقات العائلية، وممكن كمان يكون في زيارات أو اتصالات أو لقاءات مميزة تخليك مبسوط. كمان اليوم مناسب جدا للبدايات الجديدة. لو عندك مشروع أو فكرة أو خطوة كنت مأجلها، النهاردة من الأيام اللي بتدعمك إن أنت تبدأ فيها. عندك كمان مؤشرات كويسة جدا تخص أمور مالية أو حقوق أو مستحقات أو أمور كنت منتظر نتيجتها من فترة. بس حاول تحافظ على الحاجات الحلوة اللي عندك وما تحكيش كل تفاصيلها لكل الناس. مش كل اللي حواليك لازم يعرف كل حاجة عن حياتك أو نجاحاتك. استمتع بيومك واستمتع كمان بالطاقة الإيجابية الموجودة حواليك، لأنها فعلا قوية ومميزة. برج العذراء، النهاردة عندك تركيز كبير جدا على البيت والعيلة والأمور الخاصة بالاستقرار. ممكن يكون في موضوع متعلق بعقد أو اتفاق أو حاجة كنت بتفكر فيها بقالك فترة طويلة ويوصل لمرحلة الحسم. كمان هتحس انك أخيرا بدأت تشوف الصورة بشكل أوضح. الحاجة اللي كانت محيراك ومش عارف كده تاخد فيها قرار، النهاردة ممكن تلاقي نفسك عرفت هتعمل ايه بالظبط. لكن حاول ان انت تبعد عن العصبية، خصوصا وسط الزحمة أو الصوت الكتير أو الضغط العصبي، لأن أعصابك النهاردة ممكن تتأثر بسرعة لو انت حواليك دوشة أو الناس بتتكلم كتير. كل ما تدي نفسك مساحة هدوء أكتر، كل ما هتعرف تاخد قرارات أحسن. وعموما اليوم مناسب جدا لترتيب أفكارك والوصول لقرار كده كنت مستنيه من فترة طويلة. برج الميزان، النهاردة من الأيام الحلوة جدا بالنسبة لك يا ميزان. عندك طاقة كويسة تخليك قادر تتعامل مع أي موقف بذكاء وهدوء. اكتمال القمر عندك بينور كده منطقة العلاقات والتواصل، وده معناه إن في خبر مهم جدا ممكن يوصلك، أو مكالمة أنت مستنيها، أو حتى كده موقف قديم يوصل لنقطة النهاية بعد فترة شد وجذب. لو كان في خلاف بينك وبين حد، فالنهاردة مناسب جدا إن الأمور تهدى وترجع لطبيعتها. وفي ناس كمان ممكن تكتشف ان في اشخاص كانوا واقفين جنبها من غير ما تكون واخدة بالها. كمان عندك كده قدرة قوية جدا على قراية اللي قدامك، يعني صعب حد يضحك عليك او يخبي عليك حاجة النهاردة. عندك كاريزما عالية وكلامك مسموع وحضورك ملفت، وده بيخليك بقى تعرف تحقق اللي انت عايزه بسهولة اكتر من العادة. في كمان احساس قوي جدا بالوعي والتركيز، وده هيساعدك تربط احداث قديمة بحاجات بتحصل دلوقتي وتفهم الصورة كاملة. ولو عندك أي قرار مهم، فاليوم مناسب إن أنت تفكر فيه وتوصل لنتيجة واضحة. بشكل عام كده اليوم داعم جدا ليك ومليان استقرار نفسي وعقلي، فاستغله كويس. برج العقرب، بالنسبة لك بقى يا عقرب، النهاردة الضوء كله رايح على الشغل والفلوس والحقوق المادية. ممكن توصل لنتيجة في موضوع مالي كده كنت مستنيه، أو تحس إن مجهودك اللي أنت تعبت فيه الفترة اللي فاتت بدأ يجيب نتيجة. في ناس كده من العقارب ممكن تسترد حق مادي، أو تنهي مشكلة كانت متعلقة بفلوس أو مستحقات أو التزامات كانت متعلقة. النهاردة كمان عندك قدرة على تنظيم أمورك المالية بشكل أحسن بكتير، لكن في نفس الوقت لازم تبعد عن أي مغامرة مالية جديدة أو خطوة فيها كده مخاطرة كبيرة. لو عندك التزامات سددها، ولو عندك مسؤوليات خلصها، لكن ما تتدخلش نفسك بقى في التزامات زيادة دلوقتي. كمان في احتمال يحصل نقاش أو تصفية حسابات مع حد كده بسبب موضوع قديم، فحاول تتعامل بهدوء ومن غير أي عصبية. اليوم حلو جدا لتحقيق أهداف مادية، لكن محتاج منك حكمة في التصرف وعدم التهور. برج القوس، وده طبعا برج الحدث النهارده. اكتمال القمر موجود عندك، وده بيخليك اكتر برج حاسس بطاقة اليوم وتأثيره. في حاجات كتير هتبان على حقيقتها، وفي امور كانت غامضة هتبان بشكل كبير. ممكن تكتشف حقيقة شخص، او تعرف سبب موقف معين، او توصل لقرار كنت محتار فيه كده من فترة طويلة. النهارده كمان بيحطك قدام الحقيقة بشكل مباشر، سواء الحقيقة دي بقى مريحة او مش مريحة. كمان في علاقات هتوصل لنقطة حسم،
يا إما تكمل وتدخل مرحلة أحسن، يا إما كل طرف بقى يروح طريقه. الميزة عندك النهاردة إن أنت قادر تدافع عن نفسك وتثبت كمان وجهة نظرك من غير ما تحتاج حد كده يتكلم بالنيابة عنك. عندك ثقة في نفسك، عندك قوة في المواجهة، عندك كده وضوح يخليك تشوف الأمور زي ما هي. لو في أي مشكلة متعلقة فممكن النهاردة يكون يوم الحسم فيها، ولو في هدف بتحاول توصله ففرصتك كبيرة إن أنت تقرب منه أو تشوف الطريق بوضوح أكبر. برج الجدي. الجدي النهارده بيحاول يقفل ملفات قديمة ويتخلص كده من حاجات كان شايلها بقاله فترة. في مشكلة أو خلاف أو حالة شد عصبي كده بينك وبين شخص، ممكن تبدأ تهدى أو توصل لنقطة النهاية، وانت أصلا محتاج الفترة دي إنك تبعد عن أي صدمات جديدة أو خلافات ملهاش أي لازمة. لو في حاجة قديمة محتاجة تتقفل اقفلها، لكن ما تفتحش ملفات قديمة وما ترجعش للمشاكل عدت خلاص. اليوم محتاج منك كده هدوء أكتر من أي حاجة تانية. كمان حاول ما تدخلش في أي جدال مع أي حد حتى لو انت شايف انك صح، لأن المكسب الحقيقي النهاردة ان انت تحافظ على هدوءك وراحتك النفسية. في كمان إحساس ان انت عايز ترتاح من الضغوط الكتير اللي كانت متراكمة عليك، وده طبيعي جدا مع طاقة النهاردة. فحاول تدي لنفسك فرصة للراحة والترتيب النفسي والعقلي. برج الدلو. من أكتر الأبراج بقى المستفيدة من طاقة النهاردة يا دلو. عندك حركة وانطلاق وإنجاز وقدرة على إن أنت تخلص كده حاجات كتيرة كانت متأجلة. أي مشوار أو إجراء أو طلب كده أو هدف النهاردة مناسب جدا إن أنت تلحقه. كمان في فرصة لرجوع علاقة أو تواصل كده مع شخص كان بينكم بعد أو زعل. وفي ناس من الدلو هتحس إن الطاقة رجعت لها بعد فترة من الضغط أو الملل. اليوم ممتاز للسفر والتنقل والتغيير والخروج من الروتين. كمان عندك دعم من أصحاب أو ناس قريبة منك، وممكن حد يساعدك أو يقف جنبك في موقف مهم. لو في أزمة أو مشكلة كانت مضايقاك فممكن تبدأ تشوف حلها، أو تحس إن كده حمل كبير وتشال من على كتفك. استغل اليوم كويس جدا لأنه من الأيام اللي بتديك كده دفعة قوية لقدام. برج الحوت. اما برج الحوت بقى فالنهارده محتاج كده تركيز كبير جدا في اي حاجه ليها علاقه باوراق او عقود او التزامات. لو عندك موضوع قانوني او اداري او حتى اتفاق مهم، راجع كل تفاصيل كويس جدا. في موضوع ممكن يوصل لنقطه الحسم او النهايه بعد فتره طويله من الكلام، وممكن كمان تلاقي حل كده المشكله كانت متعطله او شغله تفكيرك بقالها فتره. لكن اهم حاجه ما تستعجلش في اي قرار. لو جالك عرض جديد أو فرصة جديدة خد وقتك في التفكير، ولو في أي ورقة محتاجة إمضاء اقرأ كل حاجة كويس قبل أي خطوة. كمان حاول تبعد عن المجازفات بكل أشكالها النهاردة، عشان التسرع هو أكتر حاجة ممكن تعمل لك مشاكل. غير كده بقى اليوم بيساعدك جدا إن انت توصل لنتائج مهمة، خصوصا في الأمور اللي بقالها فترة متعلقة ومستنية حسم. وبكده نكون خلصنا توقعات الأبراج ليوم 31 مايو 2026 يوم الأحد. يا رب يكون يوم جميل على الجميع، مليان راحة وأخبار حلوة وتحقيق لأهدافكم. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله. ودلوقتي أقول لكم باي باي.